ماشي. النادي كان بينزل من الدوري الممتاز، كان بيقع خلاص، ساعدهم بعد كده على الصعود مره ثانيه، وحقق معاهم انجاز مهم جدا بالفوز معاهم بكاس الدنمارك 2013، وفاز بجائزه افضل مدرب في الدنمارك في نفس العام. ماشي. المعلومه دي ممكن ما تقراش على ويكيبيديا، يعني ممكن ايه تلاقيها مخطوفه خطف كده ما تاخدش بالك منها. تولى بعد كده تدريب منتخب الدنمارك تحت 21 سنه، ووصل معاهم لنصف نهائي بطوله اوروبا تحت 21 سنه. ماشي كده، رحله الصعود، انا بحكي لك على رحله الصعود برضه. مسك نادي ميتلاند الدنماركي من 2015 لحد 2018، دي اطول فتره تدريبيه، عمر يعني قعد فيها فتره طويله. فاز معاهم بالدوري الدنماركي موسم 2017 18، عشان في ناس بتقول لك ما فازش بحاجه، فانا يعني اول لما كتبت الناس راحت لحاجات ثانيه. عمل تجربتين مختلفتين في بلجيكا، من جنت في 2018 لحد 2020 وبعدها لجنك، لكنهم ما كانوش تجارب تقدر تصنفها كتجارب ناجحه. مسك بعد كده كوبنهاجن من 2020 ل 2022، بعد اول موسم حقق معاهم المركز الثالث في الدوري الدنماركي. شوف انت عايز توصف ده انجاز ولا ده طبيعي. ثم في الموسم التالي حقق معاهم لقب الدوري موسم 21 22 في الدنمارك. النتائج تراجعت بعد كده عشان يمشي في الموسم الثالث بوسع الحضن وباي باي. غالبا هم المدربين ما بيعمروش اكتر من سنتين يعني، وبص على التجارب كمان. انا بتكلم على الاهلي، يعني تلاقي دايما ان الاهلي ياخد خير المدرب موسمين، الثالث بتحصل مشكله دايما. اخر تجاربه كانت مع اوجسبرج في الدوري الالماني في اكتوبر 23، ودي اول تجربه في الدوريات الخمسه، واستطاع ان هو ينهي معاهم في المركز ال11 بعد ما كان في المركز ال15. الموسم الاخير ليه خلص معاهم في المركز ال12. اداره النادي قالت له برده شكرا متشكرين. طيب بطولاته كده كمدرب خلال مسيرته في دوري الدرجه الاولى الدنماركي مع ايسبرج 2012، كاس الدنمارك مع ايسبرج 23، الدوري الدنماركي مع ميتلاند 2018، الدوري الدنماركي مع كوبنهاجن 2022. ده السي في بتاع الراجل المدير الفني لنادي الاهلي اللي بنسبه 95%. وفاضل شويه رتوش ويحصل التعاقد. نبتدي طبعا اكيد بان احنا نعرف اراء نجومنا في هذا الرجل، هذا المدير الفني.